ازيكم يا شباب؟ فيلمنا بيبدأ بدكتور روبرت وسامانتا الكلبة بتاعته اللي بناديها بسام، عايشين في مدينة نيويورك الخالية من السكان. في الوقت ده ما فيهاش غير بشر متحول أشبه بالزومبي، وده بسبب فيروس انتشر في عام 2009 وقضى على 90% من سكان العالم، وال9% من السكان اتحولوا وبقت حياتهم كلها في الظلام وبيستخبوا طول النهار من الشمس والضوء. وباقي ال1% المتبقي ومنهم دكتور روبرت دول عندهم مناعة من الفيروس وما تعدوش زي الباقيين. بيبدأ يوم روبرت وسام وهما بيدوروا على فريسة تكون وجبتهم، وهنا بيلاقوا قطيع من الغزلان وبيحاول يصطاد منهم لكن مش بيعرف المرة دي. وبيرجع للبيت اللي عايش فيه هو وسام، وعند غروب الشمس بيقفل كل حاجة في بيته لحمايتهم من المتحولين اللي بيظهروا بالليل. وبيبدأ يوم جديد مع طلوع الشمس، ويبدأ يوم المعتاد على التمرين الرياضية، وبينزل المعمل بتاعه اللي عمله في البدروم، وبيكون بيعمل تجارب على مصل للعلاج من الفيروس، وبيكون تجاربه كلها على الفئران. وبيظهر عليه الإحباط لما بيلاقي كل النتائج مفيش فيها تحسن، لكن بيلاحظ فار بيبان عليه تحسن في سلوكه وفي لون جلده. وبينزل روبرت وسام للشارع في جولة جديدة، وكان روبرت متعود يتعامل مع مانيكان محلات الملابس كأنهم بشر وصحابه، وليهم أسامي عادي وبيتعامل كأنهم أصحابه. وبيدخل البيوت الفاضية يدور على أي حاجة ممكن تفيده وبياخدها معاه. وبيروح روبرت شارع جنوب الميناء يوميا وبيبث رسائل على موجات الراديو كلها، وبيقول في الرسالة اسمه وعنوانه، وأي حد يسمع رسالته يتواصل معاه ويجي شارع جنوب الميناء. وبيبقى متواجد يوميا في منتصف النهار، وإنه هيأمن السكن والطعام والأمان ليه. وهنا فجأة سام بتشوف غزالة وبتجري وراها هي وروبرت عشان يصطادوها، وبتدخل الغزالة مبنى بيكون ضلمة جدا، لكن سام بتدخل وراها رغم منادات روبرت ليها انها ما تدخلش ورا الغزالة. وبيضطر يدخل روبرت ورا سام المبنى الضلمة، وبيلاقي سام واقفة تحت ترابيزة وهي خايفة جدا، وبيكتشف ان وراها بشري متحول لكن بيقدر يقتله روبرت وبيهرب. لكن بيجروا وراه باقي المتحولين وكانوا على وشك انهم يمسكوه، لكن بيقدر ينط من الشباك ويهرب منهم، وكل اللي وقع معاه من المتحولين بيموتوا بمجرد تعرضوا للضوء. وبيعرف روبرت المكان اللي بيستخبوا فيه المتحولين، وبيقرر يعمل فخ ويصطاد منهم عشان يعمل عليه باقي تجاربه لمصل الفيروس اللي شغال عليه. وفعلا بيقدر يصطاد متحول وبتكون بنت، واثناء وهو بياخدها في عربيته بيلاقي متحول بيراقبه وبيبان عليه الغضب، وبياخد البنت معاه المعمل وبيديها المصل وبيبدأ بنتيجة كويسة، لكن فجأة بيحصل لها تشنجات شديدة وبيتضايق روبرت جدا. وبينزل للشارع من جديد وبيتفاجئ بوجود مانيكان في الشارع قدام المحل. بيخاف وبيستغرب وبيفضل يضرب بالرشاش اللي معاه بجنون في كل مكان، لأنه متأكد إن مفيش حد عايش في المدينة غيرهم. وبيطلع معمول ليه فخ زي اللي عمله للبنت، وبيتعلق من رجله وبيغمى عليه وبيفوق من صوت المنبه بتاعه. وبيقدر يفك نفسه لكن بيقع على ظهره وبيتصاب في رجله إصابة قوية ومش بيقدر يمشي عليها، وخلاص الشمس بتغيب. وبيلاقي المتحول اللي كان بيراقبه واقف ومعاه كلبين متحولين، وأول ما الشمس بتغيب بيهاجموه على الفور وبيقدر يموت منهم واحد، والتاني كان بيتصارع مع سام وبيقدر يموت الكلب التاني. وبيهرب وبيرجع بيته هو وسام، لكن بتكون اتصابت وتعادت بالفيروس وبتتحول، وقبل ما تهاجمه بيخنقها وهو بيبكي بشدة. وزعل جدا روبرت على فراق سام، وبينزل بالليل على غير العادة بعربيته وبيبدأ يموت المتحولين بعربيته، لكن مع زيادة عددهم وقوتهم بيقدروا يقلبوا عربيته ويدخلوا له جواها، لكن فجأة بيظهر ضوء قوي جدا وبيهربوا متحولين على الفور. وبيلاقي شخص بينقذ روبرت وبيعرف عنوانه قبل ما روبرت يغمى عليه. وبيوصل روبرت لبيته وبيلاقي روبرت الجرح اللي في رجله متخيط، وبيلاقي في البيت واحدة ست وابنها، وبيسألها انت مين ووصلتي هنا ازاي؟ وبتعرفوا انها اسمها آن وكانت مستخبية في سفينة هي وابنها ايسن، وانها سمعت رسايله على الراديو وجات له بس ما لقيتهوش عند النهر، وفضلت تدور عليه وسمعت صوت المتحولين وشافتهم وهم بيهاجموه وقررت انها تنقذه. وبتعرفوا ان في معسكر موجودين فيه كل البشر الناجيين اللي عندهم مناعة زيهم، وبتعرض عليه انه يروح معاها هي وابنها. بيرفض روبرت الفكرة لانه عنده قناعة ان مفيش حد عايش غيرهم. وبينزل المختار بتاعه وبيلاقي البنت متحولة في تحسن في علاجها، وهو بيتكلم مع آن بيسمع صوت المتحولين قريبين من بيته، وبيسألها انها رجعته امتى البيت، قالت له بالليل. قالها هما كده
عرفوا مكاننا وبيقول لها تطفي النور، وبيحاول يشغل الكشافات اللي عاملها بره البيت لكن بيكسروها، وبيفجر السور بتاع بيته اللي كان زرعه بالمتفجرات. بيموت عدد منهم لكن بيتبقى منهم عدد كبير برضه بيقدروا يدخلوا بيته، وبيهاجم واحد منهم روبرت وبيبقى عايز يقتله، وبيهرب روبرت ومعاه آن وإيثان إلى المعمل، وبيلاقوا متحولة بقت كويسة جدا وحالتها مستقرة، لكن بيهاجموه المتحولين بعدد كبير وبيقفل الباب عليهم، لكن بيحاول واحد منهم كسره وكان على وشك كسر الباب عليهم، لحد ما المتحول رسم فراشة على الباب الزجاج لروبرت، وبيلاقي روبرت وشم على جسم البنت المتحولة، وبيعرف ان المتحول عمل كل ده بسبب وجود البنت دي في بيته، وقرر يخرج البنت دي ليهم، وبنلاقي ان محدش هاجمه لما خرج بيها. وبيمشي روبرت وآن وإيثان في اتجاههم للمعسكر اللي فيه الناجيين، ومع المصل اللي هيقدر يقضي بيه على الفيروس. خلص فيلمنا، يا رب يعجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة، بس كده.